لو لسه بتدير حملات ميتا زي 2023 يبقى كل جنيه بتصرفه ممكن يروح في الهوا لأن اللعبة اتبدلت تماما. دلوقتي النجاح مش بس في تارجتنج دقيق لكن في AI، تنوع الكرياتيف وجودة البيانات. في نهاية 2024 وبداية 2025 ميتا أطلقت نظام جديد اسمه ميتا أندروميدا، وهو محرك AI وديب ليرنينج بيغير قواعد اللعبة. مش مجرد ميزة، ده نظام تشغيل كامل للإعلانات على فيسبوك وإنستجرام مع تحسينات في الأدفانتج بلس. الأداء بقى بيعتمد على إزاي الكرياتيف بيتكلم مع دماغ المستخدم بشكل ذكي سريع وشخصي. في 2025 شفنا AI مش بس بيحسن تارجتنج لكنه كمان بيغير صناعة الكرياتيف من نصوص وصور وفيديوهات لأدوات توليد متعددة بسرعة. الأبحاث كمان أظهرت إن إعلانات ال LLMs ممكن تتفوق في الإقناع والتحويل. ده معناه إنك كمعلن في مصر والخليج لازم تفكر كمخرج محتوى وتنتج عوالم كرياتيف مختلفة لكل شخصية لكل مرحلة في الفانل، وتستخدم أدوات AI بشكل فعال مش بس كمساعد لكن كمدير كبير. عملياً ركز على إنتاج تنوع في الكرياتيف، جرب تنسيق هيومن بلس AI وراقب النتائج. مع أندروميدا هو بيعمل فلترة أولية، فمش لازم تركز على تقسيمات جمهور ضيقة لكن على برود تارجتنج مع تنوع الكرياتيف. نظم حملاتك أبسط، حملة واحدة مع أدست واحد ومكتبة كرياتيف غنية. جرب أدفانتج بلس وابدأ في تنويع الكرياتيف وراقب الأداء بشكل مستمر. النظام الجديد بيخلي النجاح يعتمد على إشارة الكرياتيف وجودة البيانات مش بس على الفلترة التقليدية. لو أنت بتشتغل في الإي كوميرس أو الخدمات لازم تتطور بسرعة وتستخدم AI وتكون مرن في استراتيجيتك. النهارده تقدر تفعل أدفانتج بلس، تحضر 8-15 كرياتيف مختلف، تتأكد من تتبع البيانات بشكل صحيح وتتابع الأداء على مستوى الكرياتيف وتنسى أساليب 2022. مثال عملي، لو بتسوق تطبيق ذكي استخدم حمل برود مع فيديوهات وصور متنوعة وراقب أي كرياتيف بيجيب نتائج وطور منه. رأيي كمسوق، أندروميدا بلس AI بلس أدفانتج بلس مش ترند عابر، ده مستقبل لازم نعيشه. اللي هيفضل على أساليب قديمة هيفضل بره اللعبة، واللي يتغير ويواكب هيبقى رائد. الخلاصة، خليك ريل مرن وفاهم إن AI مش مكاننا، ده فرصتنا نكبر ونركب الموجة صح.